لقاء الزمالك ومجلس الاداره نزل برئاسه حضرتك مشكورا وخلصتوا الموضوع. الحمد لله المره دي الجمهور استجاب لي، ما اعرفش بعد كده هيستجاب لي ولا مش هيستجاب لي. طب يا فندم ممكن حضرتك تشرح لنا المشكله، يعني المشكله ان حضرتك تلعب في اسكندريه ايه او ايه الخلافات؟ هل هو الخلاف مع الامن؟ هل هو خلاف مع اتحاد الكوره مع لجنه المسابقات؟ لا، الخلاف حضرتك لدى الامانه العامه لدى القوات المسلحه. ملعب الحرس حضرتك ما عندوش مانع ان انا العب عنده. الامن في اسكندريه الداخليه حضرتك مدير الامن المحترم وافق حضرتك واداني موافقات امنيه. المشكله عندي كلها بتتلخص في ان الامانه العامه للقوات المسلحه عندها مشكله ان انا العب في اسكندريه، على الرغم من ان انا حضرتك بلعب بدون جمهور. مش عارف ايه وجه الاعتراض، على الرغم من ان بكره الحرس هيلعب هو وانبي على ملعب الحرس. بكره مش بعد بكره، بكره. بس حديث غريب يعني. طب ليه التفرقه؟ يعني ليه طالما الملعب هيتلعب عليه طب ما كله يلعب عليه؟ ما انا مش عارف حضرتك. لا، هو القوات المسلحه تلعب فرقها على ملاعب القوات المسلحه، انما احنا لاقيين حضرتك ملناش مكان ومش موافقين لنا ان احنا نلعب على النهارده حضرتك. انا الصبح كنت عند قائد المنطقه الشماليه والراجل ابدا استعداده ان الامانه لو خطبته هيوافق لي على ان انا العب في اسكندريه. ولهذا حضرتك انا من المباريات القادمه هبتدي الجا للامانه العامه ان انا خاطب اتحاد الكوره ويخاطب الامانه العامه، واقول له برجاء من الامانه العامه تخاطب قائد المنطقه الشماليه. تمام. طب يا فندم بالنسبه انا كنت سامع النهارده برضو انه كان في مشكله في التكاليف، وكان النادي الاتحاد بعت لاتحاد الكوره قال انا لو هلعب في الدفاع الجوي انا يعني مش هتكلف التكاليف، المفروض الاتحاد هو اللي يتكلفها. ما اعرفش ايه الصح في الموضوع او ايه الغلط يعني. وتكفل اتحاد الكوره بالمصاريف وطلع يعني شيكات لكل الانديه، لكل انديه الدوري العام بهذا المبلغ، زي ما طلع لكل انديه مصر. تمام. يعني المشكله اتحلت الحمد لله حتى الان. لا، هي المشكله ما اتحلتش. هي المشكله ان انا حضرتك يعني تنازلت ان انا العب هذه المباراه في اسكندريه لعدم اثاره القلاقل واثاره اي مشكله تتعلق باسكندريه، يعني ما بقاش انا سبب فيها. بس حضرتك صرحت قلت ان ده اخر لقاء هتلعبه بره اسكندريه. ولن العب اي لقاء اخر، والا تبقى هي بقى لان مش معقول انا بقى يعني بحاول اتجنب المشاكل، هم ما يعملوليش مشاكل، يساعدوا معايا. لو هيعملوا لي مشاكل حضرتك انا النهارده الحمد لله الجمهور استجاب لي، بعد كده الجمهور مش هيستجيب لي. تمام. طيب فندم بالنسبه للمؤتمر النهارده، عارفين حضرتك كنت موجه دعوه لانديه الدوري علشان مناقشه عده بنود في الدوري، ومنها الغاء الهبوط ومنها كذا حاجه، والنهارده حضر لم نناقش يا استاذ سيف مشكله الهبوط. انا بناقش مشكله الحاجات اللي فيها الدوري يعني بيجرى بمبدأ عدم تكافؤ الفرص، وان في حاجات حضرتك يعني الدوري اولا اتعمل مجموعتين حضرتك. احنا ابدينا الاعتراضات احنا واربع انديه تانيين. الانديه اللي حضرتك اعترضت الاتحاد الكوره حاطط شروط اذعان، ولكن حضرتك احنا نهايه الامر قررنا حضرتك ان الاتحاد الكوره بيدير مسابقه كره القدم السنه دي بموجب تفويض من لجنه الانديه. النهارده كانوا على الترابيزه 5 اعضاء من لجنه الانديه حضرتك. تمام. رأينا حضرتك ان احنا يعني نعرض الامر الاول على لجنه الانديه، وبعد كده نشوف القرار بتاع لجنه الانديه ايه، وبعديها نقرر يعني ماذا سيحدث. طب ايه يا فندم، ايه اهم طلباتكم النهارده؟ يعني حضرتك فاجئتني دلوقتي قلت لي احنا موضوع الهبوط ده ما فتحناهوش خالص. طب في طلبات معينه حضرتك طالبينها الموسم ده او تعديل في الموسم الجديد؟ حضرتك الدوري كيفيه اقامه الدوري الموسم القادم هيقام ازاي؟ دي نمره واحد. تمام. نمره اتنين حضرتك مبدا الفير بلاي للفرق كلها، وهي تبقى شايله العلم بتاعه قدام منها وينزلوا من الفرقتين في الصفين عشان وشايلين الفير بلاي. هو فين الفير بلاي؟ بس ادي حضرتك احنا اللي معترضين عليه، وبالتالي يبقى الغاء ما يترتب على هذا الدوري من اثار. تمام.
يعني حضرتك توليت نادي الاتحاد الحقيقه في ظروف صعبه جدا 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 يعني، وسمعت تصريحات لحضرتك ان حضرتك قلت الحقيقه انا عارف ان الظروف صعبه بس انا ما اقدرش اسيب الاتحاد في التوقيت ده. بعد ما حضرتك توليت المسؤوليه، شايف حضرتك ان ايه الحلول ان الاتحاد يطلع من ازماته او من ازماته الماديه؟ يعني في حلول، في حديث؟ بص يا كابتن سيف، انا تقدمت للسيد نائب محافظ الاسكندريه بطلبات لإقامة محلات على سور النادي على الترماي، وطلبت حضرتك ان انا اعمل في ظهر النادي مول تجاري. المول ده حضرتك لا مش هياخد مني من جوه النادي اكتر من 7 متر بالطول كده حضرتك، يعني مش هاخد حاجة من النادي، والباقي كله حضرتك هبتدي اعمل مول، اعمل بعديه حضرتك انجازات في نادي الاتحاد لم تحدث في تاريخه. طب بس لان هيبقى عندي مصادر دخلي حضرتك، لان انا مش معقول انا قاعد بشحت دلوقتي، وبعدين حضرتك مقابل ان انا قاعد بشحت عشان امشي نفسي، في حضرتك جهات اخرى بتصرف من اموال الدولة على فرقها، وفين يعني ده قمة عدم التكافؤ يا كابتن. انا مع حضرتك، انا بأيد حضرتك في اللي حضرتك بتقوله، اتمنى يعني يوافقوا لحضرتك